تخيل كده زمان ما كانش فيه فلوس، ودي حاجة حلوة، ولا تقول لي بقى الدولار بكام ولا الجنيه بيعوم فين. كنت ممكن تشتري خروف بشوية قمح. والله ما كانش فيه فلوس، لكن الناس كانت بتبدل حاجات بحاجات. يعني معاك عسل وعايز فخار، تدور على واحد معاه فخار وعايز عسل، ويا رب تلاقي حد يوافق، ولو ما فيش يبقى خلاص ربنا يعوض عليه. لحد ما جه في يوم في ليديا في تركيا زمان قالوا ما نخلي في حاجة نمشي بيها نفسنا بدل اللفة دي، وعملوا أول عملة معدنية في التاريخ تقريبا من سنة 600 قبل الميلاد. حاجة صغيرة كده بس ليها قيمة وكل الناس اتفقت عليها، وهوب الدنيا اتغيرت خالص. البيع والشراء بقى اسهل والاسواق بقت شغاله نار. بدل ما تجر وراك شوالين بطاطا عشان تشتري جلابيه، بقت تشتريها بعمله معدنيه. بس الحكايه ما وقفتش هنا. الرومان دخلوا على الخط وقالوا طب ما نحط صوره الامبراطور على العمله، كده الناس تبقى عارفه مين كبيرهم. يعني العمله ما بقتش فلوس بس، دي كمان بقت رساله سياسيه، وكل حد في الامبراطوريه شايل صوره الامبراطور. الامبراطوريه مع الامبراطور اللي في الاخر ده عامله ليه؟ شفت الذكاء؟ فالسؤال هنا، هو احنا الفلوس اخترعناها عشان نشتري ونبيع بس؟ لكن السؤال الأهم، هم الشحاتين كانوا بيشحتوا ازاي في زمن المقايضة؟